السلام عليكم البنات المشاهدات المشاهدين، كي دايرين؟ هانيه بخير؟ اش اخباركم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم البسبوسه ها هي زوقتها بالفريز وكنتمنى تعجبكم. العصير ديال الحليب والفريز. ها هي البسبوسه ديالنا الصراحه خفيفه وزوينه. نتوما كيف ما كتشوفوا زوينه يا زوينه البنات، والله الا زوينه وكنتمنى تعجبكم. يلا غادي تشوفوا المقادير ان شاء الله. نتوما البنات هي يلا غتشوفوا المقادير، تابعوني بسم الله. المهم البنات غادي نبدا الطريقه. بسم الله على بركه الله. المهم عندي هنا الطاوه تاع الزبده ورشتها بالسميده. عندي هنا كاس ديال الزيت، كاس ديال الكوك، 2 خمارات، الساشا ديال الفاني، كاس ديال سنيده، 3 د البيضات، 2 كيسان ديال الحليب والسميده. بسم الله على بركه الله. ندير البيض الاول، مزيان نخويه الساشي ديال الفاني، كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، غادي نخلط كلشي. نزيد كاس ديال الحليب، هنا غادي نزيد كاس ديال الكوك، غادي نخوي الخميره ديالنا، غادي ندير السميده، المهم البنات هي ما قاصحاش بزاف وما المهم هي بحال الكيكه صافي. هنا البنات غادي نديرها في الطاوه ديالنا. دابا غادي نحطها في الفران وغادي نتلاقاو ان شاء الله. المهم البنات من بعد ما درنا البسبوسه ديالنا كطيب، غادي نصايب العصير ديال الفريز والحليب. عندي هنايا الفريز، عندي هنايا لترو ديال الحليب، لترو، عندي هنايا نص كاس ديال سنيده. المهم دابا غادي ندير نص كاس ديال سنيده، غادي ندير الحليب، المهم البنات هذا هو العصير ديالي صافي واجد. غادي نمشيو نشوفوا البسبوسه واش طايبه. المهم البنات البسبوسه ديالي هي وجدات، غادي نزقيها بالسيرو، ها هو السنيده والماء والحامض. ودابا انا سقيتها غادي نرشها بالكوك. المهم البنات هذا هو الشكل ديالها، انا زوقتها بالفريز والكوك، ها هي. المهم البنات دابا غادي نقول لكم بالسلامه وشكرا بزاف، وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم.